بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الوضع. سبب وضعي يعني شما وضع حديثات كده. ما دراسنا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسباب التي حملت الوضاعين على اختلاف الأحاديث على اختلاق الأحاديث هي كثيرة. سبب سوق وضعات كان يعني بانك حديثة درواداتين لسر شيكنا حديثة اختلاط ونوع شيكن برخوا درخن. سبب برن لا تذكر أهم أن أنملي أمي بيشن مهم أمي بيشن. الأول قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله. قصد واضعي يعني غايوي كو الدين خرابك سر أهل الدين، كما فعلت الزنادقة شو مثل زندقة وريكريه، وإذا وضعوا 14,000 حديث شيفانا 11,000 حديث وضع كنا كما روى العقيلي وتي. منهم جوانا عبد الكريم بن أبي العوجة الذي قتل وصلب في زمن المهدي. جوان أديابه هاد كشتن وهاد صلبكن هاد دارقاندن زمان مهدي ده. قال ابن عدي بجا لما أخذ يضرب عنقه وقت هاد قرتن يعطب بكشن ستيو بيك يخصن. قال وضعت فيكم 4,000 حديث وضع كذا ولا شهر حزان. أي. إيه. أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. أزبوان حلال حرام تم حرام جي حلال تك. طيب جوانا ما توضع كده ما إجا توضع كده إيك مثلا جوان حساب سالمي نقل كرنا ووضع تدخسنا ورتب حزارة وإذا كتير. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصوب. يجوا محمد بن سعيد الشامي أو جهات يصل كنات يعني شار باخ. روى عن محمد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا شي رواية كذب أنا خاتم النبيين، يعني فقرا سندي شيء قالت كي أنس فرحاشا رسول الله قلت يس خاتم بيغمبرا ولا نبي بعدي شيء بيغمبرتنا إلا أن يشاء الله أنجا قد فضل بيغمبرات شيء. وضع هذا الإسناد في إسناد ثاني لما يدعو إليه من التنبؤ والإلحاد. شبوك إذا دعوت كد شيء دعوت كد بالي فاتوا إيش بيغمبر بيغمبر كيتكو الحاد يذكر. الثاني قصد الواضع نصرة مذهبه. قصد واضعي يعني كنت نجيبوك مذهبه كي وهي نوري تخاذ أواويك علي كاريا مذهبه كرياهك. كما روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج. أبو حاتم رواية كيش اختيار الخوارجية أنه كان يقول بعد ما تاب طب تقول بشي توبة كده تقول انظروا عمن تأخذون دينه. تقول ميزاك دي قابك ودين خوش كي دقرن فإنا كنا إذا هوينا أمنا صيرنا وحديثا. وقت ما تشتكي بخصنا ما حدش كي يجي. الثالث قصد الواضع التقرب إلى الرؤساء والأمراء بما يوافق فعلهم، يعني أو أرمان جاوي أرمان جا واضعي فنسكي بال أو أبكي سلوك أبكي مزن أبكي وأمير أبكي تشيك موافقة كردي وامبر. كما في قصة غياث بن إبراهيم مع الميتين ما قويا تشيا كابوك إبليس هم كابوك أكل مشكل وقد تقدم ذكره بعد سيد المصر. الرابع رغبة الواضع في التكسب والارتزاق، يعني جبوش خرابي أوبكي ما توبكي كأبي سعيد المدائني وكوي. الخامس قصد الأجر والثواب في زعم الواضع، يعني جانا هيك جاهل بس خيرات السين شبو خيرات وريتك. كما فعل قوم من الجهل سواء كي جاهل وريكنا حيث وضعوا أحاديث في الترغيب بس يجبوا تشويق إنك حيث وضع كنا احتسابا في زعمهم الباطل، يعني يجبوا خدي ورزع ما أخويا باطل قلت يجبوا خدي يجبوا يعني بقول قرآن بلا خلق خينا. قال في تدريب من أمثلة مواضيع حسبة جو مثال يكون وضع كنا جبوا خدي يعني جبوا بديتا قنجية. ما رواه الحاكم بسند إلى أبي عمار المروزي أو روايات كده حاكم سند أخبر أبو عمار المرزي والرازي أنه قال لأبي أسماء بن نوح بن أبي مريم هاتي أنه قيل هاتي قلت جابي أسماء كنيا نوحا وهي كنا أبي مريم نوة من أين لك عن إكرام عن ابن عباس في ضاع القرآن سورة وتشكرتني بس كمان نقلتك تجي ابن عباس نقلتك سورة وليس عند أصحاب إكرامة حال في الجمع أصحاب إكرامة تنه. فقال جدو إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن بما يذكر الإنسان القرآن بل يخفت قارنين واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق ومشغول بفقه أبو حنيفة وبسيرة ابن إسحاق يعني بحث قسم زوات هي. فوضعت هذا الحديث حسبة بحديث يجب قرين بخدم بو يعني بخار القرآن بخ جهلتيه.
وكان يقال لأبي اسم هذا تضبط بأبي اسميرا نوح الجامع جوتو نوح الجامع. قال ابن حبان حقيقة بيجي جمع كل شيء دست براسه جامع وهذا صوب كله ما راستي توم نكر يعني راستي تتلم. السادس قص الواضع الذي غرابة الأجل شجوق مشهور بك يعني غريب بك يعني مشا يوضي حسيت جنبيات تنهية شو ظن تنه. فائدة. قال في التدريب ورد في فضائل السور مفرقة أحاديثه وتيد الإمام السوتي تدريب الراوي دا وتيد حق فضيلة السورية قرآن دا أيدي حديثاتنا بعضها صحيح يمكن جوان صغلم وبعضها حسن يمكن جوان حسن وبعضها ضعيف يمكن جوان ضعيف ليس بموضوع أما موضوع نن. ثم قال شاغوتية وتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير تفسير حافظ عماد الدين تفسير القرآن العظيم وابن كثير هذا تفسير القرآن العظيم أجل ما يعتمد عليه في ذلك أن يكمل احتمال ده سري ادفانتج هذا أوه ابن كثير عين زمان ده أوه قبل الفداية يعني عين زمان ده ليش محدثه فقيه ابن تيمية فإنه أورد غالبا ما جاء في ذلك مما ليس بموضوع أو غالبا يكون أن يدفع قونية إنه موضوع وإن فاته الشيء إن قل فوتي بن جيبا غالب ورنا. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا بمجد توبكي سوتيت بيجي كتابك بجوك سميته خمائل الزهر في فضائل السهر نافي دانية خمل جيتشكا حق فضيلته سورة يعني روشوان خمل روش. واعلم أن السور التي صحت لحالته بفضلها يعني بيزام بقى سورة حق واندا مثلا صحيح الحديث فضل واندا فاتحة زهروان يعني آل عمران وبقرة أنعام والسبع الطوال مجملا هالحفتي دريش يسرين والكهف وياسين والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس وما عداها لم يصح فيها شيء خير بنات به حتى ما الشيء صحيح تن أو هبو إذا إذا واقع هبو واقع هي ها يعني قلت مطلق وتي يتصبدنا كده عشان واقعات حقيقة صحيحة واقع شيء جاي ناكر سعود توال أو شيء كنه نوري خان تمام ويقولي حمد خان ياسين واقع كي مش ناجي يعني قلت ومع ذلك مسافة شيء إنه واقع صحيحة. أقول هذا الحكم ميزات بيجي أقول هذا الحكم باعتبار الغالب يعني غالب وريه ما تف نورينا. حكم الوضع بأنواع حرام يجمع المسلمين الذين يعتدوا به وضع بتمام جريخه شاشتي حرام يجمع تمام مسلمين باعتبار بونه. وقد خالف الكرامية في ذلك الكرامي اختلاف كنهم قوم من المبتدعة الكرامي كنا إنك أهلي بعينه ينسبون إلى محمد بن كرام المتكلم نسبة كنبات كلامجي محمد بن كرام فإن هؤلاء أباه وضع الحادث الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية وأن قلت جائزة من الحديثة وضع الكجب والتشفيق طاعته وجمع بترسينه يقولها دون ما يتعلق بحكم الثواب أما قال لك إيكو علاقة حكم الثواب وش عقابه تنبل يعني إذا أي حكم بل يجب تشويقي يجب تصاندني. وتأول حديث من كذب علي متعمدا ترى صوت قلت إيه كنت سنافين دروابك فليتبوأ مقعده من النار راجي يخرج على حسابك حاضر بك فقالوا إنما نكذب لولا عليان شو عم كده وتقدر الصوت بيجي من كذب علي أنت علي يبدأ دروابك معناه إنه كي كذب علي سنافين دروابك نوري يانش معناه كنا قلت ما مش أنت عليه يدانك أنا أنت لهي يداتك. ولا شك أن هذا خطأ فعلته يانش نشأ عن جهل الجاهلية فإن الترهيب والترغيب من جملة الأحكام الشرعية الترغيب والتهذيب من جملة الأحكام الشرعية يعني بنكر نجح أحكام الشرعية دروا ما بنكر دروا كه شيء دروا نابه جيوانه. شكر. وقد اتفق جمهور أهل السنة يعني ترى أهل السنة جمهور يوان اتفاق كنا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر كنا مخصوص من الدرا وصلنا غير الصواب كش وني مزنه نوري لما ورد في ذلك من الوعيد الشيش وتهديد هي كما في الحديث الذي رواه الشيخان وخير من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كي دروات سناظم بك قصدا راجي خو شيء بك تعبير حاصل. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر في تعمد الكذب جاء أبو محمد الجويني ده مبالغة كده أو تكفير كده تعمد كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وأباح دمه وتشخو كافر دبه
قوتي مخصوص دافع الصدر وابكي وخيلاوي حلال كتير ومحمد الجويني. تمام. الإمام الجويني. الحرمين مين؟ إمام في بافي بي. آه. إمام الحرمين هي في بس بافي بي. بس مش خالد أبو محمد محمد في أبو محمد. تمام. أنا قلت إمام الحرمين يعني بياخذ. والجمهور على أنه لا يكفر لا يكافر لا يستحل أن ربي حلاله، وإنما يفسق عن بفاسق وترد رواياته كلها رواية إسحاق باطل بن رتب، ويبطل الاحتجاج بجميعها الدليل آننا بتفاجي بطل. أحكام الموضوع اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار اتفاق كنا قلنا بداية بكل اعتبار، يعني بهيش تمام اعتبار ياخذ بداية، لأنه يعني فازي بلا أو بن أحكام بن فازي بلا فضائل بن فازي بلا قصص بن، لأنه كيف مختلق شو يدري وكي شكل. حكم رواية الموضوع قيل نوري بس تحرم روايته مع العلم بوضعه، أي حرام رواية موضوعه ملزم بموضوعه في أي معنى كانت حق شغون تدبره سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغير ذلك فقط نوري، بس إلا أن يقرنه ببيان وضعه. أنجا بيجا واضعه شبوك بيجا موضوعه شبوك بيجا رواية كسر روايتنا لحديث مسلم من حدث عني بحديث إيكوش من حديثك بيجا يرى أنه كذب تيزان كرن كدروه يعني أو جيزانه كدروه فهو أحد الكاذبين أو جيجواني كدروه كريه. وأما الذي يجهل وضعه يكون ذنب بوضع فلا إثم عليه إذا رواه وطيرته بناتنا وإن كان مقصر في البحث عنه. تمام. مقصر بشيء نزانه حديث البيقي حديث. ورواية العالم بوضعه له رواية عالمي بوضعه حديث موضوع ليبين أنه موضوع مبينة ويتحدث خورتي. كتب الموضوعات قينا غوان صنف العلماء كتبا كثيرة في بيان الحديث الموضوع تشيكنا عالم قال كتاب لبيان حديث الموضوع ده وأنا نذكر منها ما هو مشهور وموجود. أما إيه مشهور موجود جي كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي فيها مشهورة نوري نوريدين خوجة نوريدين بواجلة فيها تحقيق لها دكتورة تزوية، غير أنه لم يتحرى ولم يتريث طبي أو باش هناك تراندية ووري أو يعني تمكين لي أو نبي يعني تحس أنه موضوعش قصيناوي، بل ذكر في كتابه هذا من الأحاديث الصحاح والحسن عددا كثيرا حديث صحيح وحسن قال لك تهدي كثير نوري. بس على أنها موضوعات يعني أو كلية نسبة كلية كتير موضوع زي كلية موضوع فهمت كيف؟ بس حتى نسب العلماء العلماء بالنسبة لي بعض كنت يعني خطأت كي يعني شتى. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سموه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد وده راست المدافعة بسند الإمام أحمد ده أورد فيه 24 حديثا يودا بسوشار حديث أني من حاصل المسند حسين بسند إمام أحمد ذكر ابن لوجي في موضوعات أني حرفنا موضوع. وألف الحافظ السيوطي كتابا سموه القول الحسن في الذب عن السنن أو جاء حديث ابن جوزي سنن قلت موضوع صلنا كثير ذكر في بضعة وعشرين حديثا أو بيسو كسور كحديث آنية ومئة حديث ها صدوا بيسو كسور كي أوردها ابن جوزي في الموضوعات نعم موضوعات الآنية ابن جوزي وبعضها في سنن أبي داود جوان سنن أبو داود دانه وبعضها في سنن الترمذي كي الترمذي داود ومنها في سنن النساء قسمة جوان النسائي دانه ومنها في سنن ابن ماجه ابن ماجه دانه ومنها ما هو مسند في مسند الدارمي دهنه ومنها ما في مسندك الحاكم مسندك الحاكم دانه ومنها ما في كتاب الأنواع والتقاسيم لابن حبان الأنواع والتقاسيم ابن حبان يا صحيح ابن حبان نظر الأنواع والتقاسيم صحيح ابن خزيمة ايش قلنا صحيح في صحيح في الأنواع والتقاسيم. وعجب شيء أن ابن الجوزي قد ذكر في كتاب الموضوعات حديثا رواه مسلم في صحيحه. أن عجب يكي يكون مسلم صحيح ضانية ويش كتابه موضوعات ضانية. وقد أي بين ابن حجر أنه عليه بالوضع وفي أحد الصحيحين غير حديث مسلم يزن جابان ابن حجر العسقلاني قلت من نديتي كتاب موضوعات ابن جوزي واقفة تشكينا بما سد تشكي راس تشكينات به حكم بالبتلاء بوضعه وديك صحيح ذهب خير حد سكي مسلم أوجد بإن طالت بك مدة حديث أداء قالت تربمني أوشك أن ترى قوما تبين قومك يغدون في ساخة الله كفن سبي بني عذاب خدادا من أو بغض خدادا ويروحون في لعنته إيفارجي بني أويدا في أيديهم مثل عذاب البقر تسوان دوكا تري أوهن تشيلكا يعني شوبهن. بس قال وإن لغفلة شديدة بوتيفيا موضوعه
مسلم أذى قلت موضوع يبقى في خفلتك مسنج من جوسي أنا موضوع. تذكرة الموضوعات لحافظ أبي الفضل المقدسي أو كتابك موضوعات بيجة المقدسية. المقاصد الحسنة أو سخاوية مشهورة في الحافظ السخاوي، وعندي نسخة مخطوطة بين الجمع نسختي أو هي يازمها هي. تمييز الطيب من الخبيث من ديبع الشيباني أو هي الآل الموسوعة في عاصم الموضوع السوتية للحافظ السيوطي. والتلخيص الموضوعات الكبرى تلخيص ابن جوزية، موضوعات الكبرى ابن جوزية لابن الجوزي في خلاصة كده مع بيان ما وهم فيه تبي بيان الشيء كده خشاش كده. فحكى بوضع قوتين موضوع مع انه صحيح او حسن او ضعيف غير موضوع حال ما وانا يا صحيح يا حسن يا ضعيف انه بصوتنا موضوع. تزكية الموضوعات هي للعلامة محمد بن طاهر بن علي الهندي الفتني. وفي ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء للعلامة المذكور دي كتاب يجي قانون الموضوعات والمذكور يجي فيها تمام. يعني اوجي فتنية. موضوعات الشيخ علي القاري الكبرى والصغرى موضوعاته هي اللؤلؤ المرصوع يعني بالمحاصيل القاوخشي الحسني المشيشي أو هي موضوعات السخانية المشهورة. أسن المطالب شيخ محمد بن سيد درويش الشهيد بالحوت أسن المطالب حوت بينهم. وثم كتاب جامع ما اشتغل على سنة الناس كتابك هي خدا قلت تشيك مشهورة زمان إنسانة يعني صحيح بحسن بموضوع بتواتر فيه. هو كتاب كشف الخفاء وبذل الباس. كشف الخفاء وبزيل الباس يعني خفي ديراتك والتباسي زالتك. العلامة العجلونية عجلونية كشف الخفاء عجلوني. هو كتاب قيم كتابة بقيمته يبين فيه ما اشتغل على السنة تشيك زمان ما هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع تفض بشيء مع البحث أو التحقيق ظناش مش فيها موضوع فيها صحيحة فيها حسنة يعني إزمان هذا مشهور هكذا بس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.